سلم فأفتاه بعض الناس بوجوب الغسل، اغتسل فمات. فقال صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، هلا سألوا إذا لم يعلموا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد الأولين والآخرين، صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم وأرحب بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج الإفتاء اليومي هلا سألوا، وباسمكم جميعا أسعد باستضافة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعيد بويزري. فمرحبا فضيلة الدكتور سعيد، أهلا وسهلا بك، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام. لتتواصلوا وتتفاعلوا مع فضيلة الشيخ، أرقامنا الهاتفية تظهر لكم أدنى الشاشة: 021 37 42 87 021 37 45 64. فأهلا وسهلا بكم جميعا. مشاهدينا الكرام، لقد هيأ الله من المناسبات العظيمة للمسلمين التي تسقل الإيمان في القلوب وتحرك المشاعر الفياضة في النفوس، فتزيد في الطاعة وتضيق مجالات الشر في المجتمع، وتعطي للمسلمين دروسا في الوحدة والإخاء والتضامن والصفاء والبر والصلة والهناء والطهر والخير والنقاء. ففي هذه المناسبات منهل عذب للطائعين، وفرصة جديدة متجددة للمذنبين المفرطين ليجددوا توبتهم وعودتهم إلى ربهم جل وعلا. هي مناسبات عظيمة نقف في محطاتها، ومن أعظم هذه المناسبات التي يتهيأ لها المرء المسلم الشهر الكريم والموسم العظيم، شهر رمضان. فضيلة الدكتور سعيد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معاشر المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه من نعم الله عز وجل التي لا تعد ولا تحصى، نعمة شهر رمضان المعظم. رب سبحانه عز وجل خلق الخلق واصطفى منهم الصالحين، واصطفى من الصالحين النبيين، واصطفى من النبيين أصحاب الرسالات وأرباب الرسالات، واصطفى من المرسلين أولي العزم من الرسل، كما أيضا اصطفى من الأزمان زمانا ومن الأماكن أمكنة. فالله عز وجل أنعم علينا بهذا الشهر الفضيل، شهر رمضان المعظم. كما قلت يا أخي محمد صالح، هو في الحقيقة شهر، هي فرصة لهذا الشهر، هو فرصة للتوبة والغفران، فرصة أيضا للعودة إلى الله عز وجل والاستثمار هذه الأيام، أيام شهر رمضان المعظم، واستثمار لياليه. فللشهر مقاصد عديدة، مقاصد تعبدية إيمانية. فشهر رمضان المعظم فرصة عظيمة لترقية الإيمان، للتقرب إلى الله عز وجل بمختلف القربات، بتلاوة القرآن، بصلاة التراويح، بالذكر والتسبيح. فهي فرصة عظيمة حقا، فيحقق مقاصد إيمانية تعبدية. وربنا يأمرنا في آية القرآن: يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله. وكذلك هذا الشهر العظيم إذا حسن استثماره نحقق من خلاله مقاصد تربوية، مقاصد تربوية خلقية سلوكية. يكفي يا أخي محمد صح أن تذكر أن شهر رمضان يؤدبنا ويربينا، فكأنه تربص تطبيقي، يعني من خلال توحيد أوقات الإفطار وأوقات السحور وإلى آخره، فيربينا. وكذلك يربينا على التخلي عن المألوفات. الإنسان عنده مألوفات معينة، يعني خلال يألفها طوال العام، يألفها طوال العام، ولكن في هذا الشهر يعتاد عادات أخرى ويتخلى عن مألوفات معينة، ويتربى كذلك على الصبر. فهذه قيمة عظمى. الله عز وجل وعد الصابرين بالأجر العظيم في مثل قوله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إذا تدريب على الصبر، تدريب على التخلي عن المألوفات، تدريب على ضبط النفس، تدريب أيضا على التحكم في النفس حينما يستغضب الإنسان. وربنا عز وجل يقول في القرآن: والكاظمين الغيظ. نعم. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هناك واجب يتوجب علينا قبل حلوله، نعم، قبل مجيئه وقبل قدومه. فما هو الواجب على كل مسلم حتى يتهيأ للشهر حق تهيئه ويعظم له قدره الذي
شرعه الله سبحانه وتعالى. التخلي عن الآثام ما ظهر منها وما بطن. نعم. التخلي عن أول الواجبات. أول الواجبات أن يتخلى الإنسان عن الآثام وعن المعاصي ويهيئ نفسه لاستقبال هذا الشهر الفضيل. فالذي لم يتب عليه أن يتب ولا يؤجل توبته، لأن تأخير التوبة إثم يحتاج إلى توبة. فليستمع العصاة إلى الخطاب، إلى البيان الرباني، وهو يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. يعني مجموعة بشائر يقدمها الله عز وجل لجميع الآثمين، لجميع الغارقين في المعاصي. قل يا عبادي، لم يسلب منهم صفة العبودية وهي صفة التشريف. لا تقنطوا من رحمة الله، هذه بشرى ثانية، فيبعد اليأس من قلوب الآثمين والعصاة. لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. أيضا بشرى أخرى يقدمها الله عز وجل ومن خلال هذا البيان للعصاة، أي لا يستثني ذنبا من الذنوب، إن الله يغفر الذنوب جميعا. ثم تأتي البشرى الرابعة: إنه هو الغفور الرحيم. وما جاء في هذه الآيات نجد تأكيدات في السنة النبوية في مثل حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي أخرجه الإمام مسلم: إن الله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، إلى آخر الحديث: التائب من ذنب كمن لا ذنب له. أحاديث تترى وتؤكد ما ورد في القرآن الحكيم، دعوة صريحة لجميع العصاة للعودة السريعة إلى التوبة وإلى طريق الحق وطريق الصواب. وإمام ابن القيم رحمه الله وهو يعلق على هذه النصوص في الكتاب والسنة يقول: إن هذه النصوص لا تشجع على المعصية ولكنها تيسر التوبة. يعني تعليق لطيف وذكي. إن هذه النصوص الإنسان ربما حينما يقرأها كأنه يعتقد أن هذه النصوص تشجع على المعصية، ولكن لا، إن هذه النصوص القرآنية ونصوص السنة النبوية لا تشجع على المعصية ولكنها تيسر التوبة. إذن التخلي عن هذه الآثام ما ظهر منها وبطن، والآثام الباطنة كثيرة جدا، الحقد والضغينة والحسد لا يشعر بها المرء، لا يشعر بها المرء. لذلك الإنسان يتخلى ويهيئ نفسه لاستقبال هذا الشهر العظيم، وهو شهر الاستثمار، شهر الاستثمار في الطاعات وفي القربات المختلفة. نعم، إذن هي فرحة كبرى ستعيشها الأمة الإسلامية خلال أيام قلائل إن شاء الله، إزاء دورة جديدة من دورات الفلك. تمر الأيام وتمضي الشهور ويحل بنا هذا الموسم الكريم وهذا الشهر العظيم، فلنتهيأ له بما يرضي الله سبحانه وتعالى، ولنحمل معنا ولنحمل أنفسنا على حماس الطاعات والعبادات إلى الله جل وعلا. نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا وإياكم وأن يبلغنا الشهر كله، إنه جواد كريم. إذن إلى مكالماتكم واستفساراتكم مشاهدينا الكرام، نتلقاها دائما على أرقامنا الهاتفية والتي تظهر لكم أدنى الشاشة بين الفينة والأخرى 021 37 42 87 أو على الرقم الموالي 021 37 45 64. هل فيه مكالمة؟ نعم. نعم، إذن نستقبل مكالمة الأخت نادية من فرنسا. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا أخي عندي سؤال. تفضلي سيدة نادية. نعم. الله يحفظك. بالنسبة لشهر رمضان. نعم. الله إن شاء الله يبلغنا رمضان. اللهم آمين يا رب العالمين. نأسف لانقطاع مكالمة الأخت نادية، تواصلي معنا إن شاء الله، لعلك إن شاء الله تستطيعين التواصل فيما بعد إن شاء الله. إذن تواصلوا وتفاعلوا معنا على أرقامنا الهاتفية، ولمن يتعذر عليه التواصل مباشرة بالهاتف العناوين الأخرى نعرضها لكم للإجابة عن الأسئلة الواردة إلى البرنامج. من فرنسا دائما معنا الأخ أحمد. نعم، الأخ أحمد من فرنسا، تفضل الأخ أحمد. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلكم غادي نوجه نداء لفضيلة نغتنم الفرصة من المنبر الكريم ونوجه نداء لفضيلة الشيخ، اللهم اجعله كما يقول لك يوصل الرسالة.
في احد الاسواق تلاقيت مع واحده قاوريه. نعم. وهي ماشي قاوريه، ملحده على كل حال. ولاحظت تبيع كتب القران الكريم في صوره مثالها. جيت نشري الكتب، وعلى كل حال قعدت نهضر معها باش نشريهم بسومه. المبلغ شويه غالي، ومنطو من هضرت معها قالت لي من هضرت شويه معها واش دايره الانجيل، كتاب الانجيل تاعهم ودايره القران عجب. قلت لها ودي اعطيني الكتب نشريها كاع، الانجيل معليش قالت لي نبيعهم لك بشرط تحترف بالانجيل وتقول باللي ودي هو كتاب مقدس. نعم. رجاء اخ احمد انقص الجهاز التلفاز. اخر الرسائل اللي جات النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام، قلت نعطيهم لي ونمشي بالثمن اللي كطلب منه. قلت على كل حال ما نبيعهم لكش وقضي الامر. استوضحت الاخوه المسلمين الاخ احمد لحظه فقط. الاخ احمد يوجهوا النداء اسمعني يا احمد، اسمعني بارك الله فيك، اسمعني رجاء. انت اردت ان تشتري مصاحف من عند هذه الملحده كما تقول، هي تبيع المصحف الشريف ولا؟ نعم نعم. الاخ احمد لا يتواصل معنا جيدا. لا بأس ان شاء الله. ام ايمن من فرنسا. نعم ام ايمن تفضلي. نعم انا بسمي ام ايمن من فرنسا. مرحبا بك يا ام. السلام عليكم شيوخ الكرام. وعليكم السلام ورحمه الله. عليكم السلام. بكم وسي. انا راني ما كنت طحت تكسرت من رجلي ونصلي بك، راني نصلي بالوالفه. نعم. كل نصلي بالوالفه بصح كي نجي نركع ثاني نجي نسجد ما نقدرش نسجد، لازم نقعد فوق الكرسي ونسجد على حطيت كاع على كيدي ونسجد. وهل الصلاه صحيحه ولا ماشي صحيحه؟ نعم. وعندي سؤال واحد اخر ثاني. انا زوجي توفى كيما تخلى في العرض وخلاو الولاد ثلاثه. هذا الجد. وانايا وامو. من الذي مات؟ امو كان الصبر ملي كنخلى الصبر نعطيك القسمه تاعك. قالت لي شويه والباقي سماح. اعيدي السؤال ام ايمن، اعيدي السؤال الثاني، اعيدي السؤال من فضلك، اعيدي السؤال. قلت لك انا زوج تاعي توفى رحمه الله عليه وخلى الصبر. نعم. الصبر داروا خلاهم لازم تسديهم امو وانايا والولاد نتاعو. نعم. كي رحت لامو قلت لها الصبر اللي داخله، قالت لي لا اعطوني الزغبه. قالت لي اعطوني الزغبه والباقي سماح الولاد بني اللي تنفي. عطيتها 10 ملايين والباقي قالت لي سماح. وولادي قالوا احنا ما نقسموش صواردنا نقعدوا مع بعضنا، صواردنا احنا مع هي المسؤوله علينا. نعم. ما هو الحكم في هذا؟ قولوا لي الحكم هذا وربي يعيشكم وربي يقويكم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيك يا ام ايمن، شكرا جزيلا. نعم. الاتصال الموالي. نعم. في مكالمه. نعم. 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 تفضل اخي. نعم. دائما الاخ احمد من فرنسا. من معنا؟ احمد من فرنسا. اخ احمد. نعم. دائما الاخ احمد فيما يخص كتب القران الكريم يرجى من جميع المسلمين هنا في فرنسا اذا ارادوا ان يهدوا هديه ما يهدوش القران الكريم، يهدوا كتب اخرى في قصص الصحابه، قصص الاسلام كيف جاء في امور كهذه. والقران درجه ليست بدرجه هينه. ارجو كما خير كفاعله. نرجع من المنبر الكريم ان شاء الله فضيلة الشيخ يتكلم في هذا الامر. والمصاحف واضح ان شاء الله. المصحف الشريف ما يتمش من غير مسلمين. ترقب الجواب ان شاء الله. بارك الله فيك. شكرا جزيلا. نعم. اذا نبدا بانشغال الاخ احمد من فرنسا. يريد ان يوجه رساله مفادها انه في احد الاسواق التقى بملحده تبيع نسخا من القران الكريم ونسخا من الإنجيل. أراد أن يشتري جميع كتب القرآن أو جميع المصاحف الشريفة، وأراد أن يوجه رسالة أن الناس لا تهدي المصاحف هناك بفرنسا. ما هو تعليقك وجوابك؟ المحذور أن هذه المصاحف قد تعرض للبيع أو تهان أو شيء من هذا القبيل. نعم.
في مكالمة شيء. نعم معذرة. معلش. لا نطيل على أم أحمد من فرنسا. نعم أم أحمد. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم أنا عندي مشكلة مع الزوج تاعي. تفضلي. نعم. الزوج تاعي مشى للبلاد اللي متزوجين، أنا 4 أطفال وتعرف على إحدى النساء في الجزائر عن طريق الإنترنت. نعم. والآن راني مع الطلاق، قال لي سوا تقعدي معايا بالحلال سوا زعما تروحي، ويقول لهم هي اللي بغات تطلق ماشي أنا. نعم. دونك ما عرفتش واش ندير، مع دخلني للجوج وكل شيء. الجوج خرجه من الدار، راه في براسك 4 موا عند اختو، وخلاني وحدي انا وولادي، ما عندي حتى واحد هنا في فرنسا ما عدا انا وولادي صغار كاع، ما عنديش واحد فيهم كبير. نعم. والمشكله اني اتصلت بديك المراه والاهل تاعها وما استعرفوش بيا، قالوا لي ما فيها والو، زعما يتزوج وكل شيء نورمال، جاتهم حاجه عادي انه يطلق الزوجه تاعها الاولى ب4 أطفال، انا نقعد بالحلال وهي تقعد بالعقد. هو طلق، هو خيرك بين الطلاق والبقاء يعني كيف خيرني بين اني سني له المراه الزوجه ونقعد معاه زعما نورمال نتزوج بها في البلاد. كي مشينا للسفاره الجزائريه قالوا لنا عنده دوبل ناسيوناليتي في انتردي هنا في فرنسا باه راجل يدي زوج نساء. نعم. خيرني، قال لي زعما بغيتي تقعد، قال ديك المراه قال لها بغات تقعد معنا بالحلال تقعد، بغات تروح صافي. خلى لي زعما كانك يعني عاملني معامله انه الرسول صلى الله عليه وسلم اوصى بالنساء خيرا وزوج عاملني بمعامله يعني طيح من قيمه تاعها نهائيا. نعم. الله المستعان. وما عرفتش الان واش نعمل، زعما ما جاتنيش نقعد معاه ديجا، راه خرج من دارهم يحوس لا على ولادو ولا على والو نهائيا، يعني كي شغل ما واضح انشغالك. واضح السؤال. واضح. نعم. بارك الله فيك. شكرا أم أحمد، بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا نجيب الأخ أحمد من فرنسا. نعم. أخ أحمد يعني أراد أن يوجه رسالة أو نداء للمسلمين باش ما يهديوش مصاحف، ما يقدموش مصاحف لغير المسلمين كهدايا. الذريعة أو المحظور نعم. أن هذه المصاحف ممكن يتاجر فيها وتعرض للبيع وهكذا مع الإنجيل وهكذا كما وجد نعم في السوق. في السوق. في السوق. دونك يا أخي أحمد بارك الله فيك على غيرتك، نقول لك يعطيك الصحة، عندك غيرة على الدين الإسلامي وعندك غيرة على القرآن الكريم، وبارك الله فيك أنك سعيت باش تشتري الجميع، تشتري المصاحف لكي لا تهان، لكي كذا وكذا، بارك الله فيك. ولكن يا أخي أحمد يصعب، هي سيكا باركا، حالة بحالة. هناك بعض المسيحيين وصلوا إلى درجة أنه بقي يعني مسافة قليلة ثم على إيمانهم واعتناقهم من الإسلام. نعم. يعني يحمل المصحف من أجل الاطلاع عليه، خاصة طبعا ترجمة معاني القرآن اللغة الفرنسية، طبعا كي يقرأ بالعربية ما اللهم إلا إذا كان في حالات نادرة وين هو يعرف العربية، ولكن عموما تهدى لهم المصاحف المترجمة. فإذا كان المصحف مترجم يعني المعاني تاعو مترجمة لم يعد هو المصحفا كما أنزل، يعني لأن نعم. المصحف اللي عنده الحرمة تاعو كاملة هو المصحف الأصلي اللي راه باللغة العربية كما أنزل، كما قال القرآن الكريم إنا أنزلناه قرآنا عربيا وفي آية أخرى بلسان عربي مبين. إذن هذا هو المصحف اللي تتعلق به الأحكام الفقهية المختلفة. نعم. أما كتاب التفسير أو المصحف الذي ترجمت معانيه اللغة الألمانية أو اللغة الإنجليزية أو اللغة الفرنسية لا يحظى بنفس المقام، لا يسمى مصحفا. نعم. لا يسمى مصحفا. ولكن مع ذلك بارك الله فيك يا أحمد أنك وجهت أو انتبهت إلى هذه المسألة. حنا واش نقولوا كتوجيه، نقولوا حالة بحالة، بيبقاش الإنسان يمد المصاحف هذه أو هذه الكتب المترجمة أو المصحف المترجمة معاني اللغة الفرنسية واللغة الأخرى يمدها لمن هب ودب. لا، الإنسان يقدر حالة بحالة. لذلك هنا كما يقول الفقهاء مثل ابن القيم الله يرحمه تغير الفتوى بتغير المستفتي. تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والأحوال والعوائد والنيات. إذا كان شفنا إنسان بلغ مبلغا من الفهم والعلم والإيمان يعني قاب قوسين أو أدنى يؤمن بالإسلام، يعتنق الإسلام، هذا لا حرج أن نهديه هذا المصحف بين قوسين المترجم اللغة الفرنسية
من أجل فهمه أكثر ومن أجل إيمانها أكثر ثم يعتنق الإسلام. وهناك حالات كثير نعرفها يا أخي أحمد جزاك الله خير، أكيد راك عايش في الغربة وعندنا بعض التجربة في هذا المجال، والناس بعد ما قرأ المصحف الشريف ترجمة نتاعو شهد إلى محمد رسول دخل الإسلام ما شاء الله، ولا يتعلم اللغة العربية، يتعلم بعض الصور الفاتحة. واليوم فقط استقبلنا حالة يعني في الصبيحة فرنسية منذ تقريبا 5 شهور وتقرأ المصحف يعني المترجم باللغة الفرنسية حوالي 5 أشهر، وهي تقرأ هذا الكتاب المترجم، فآمنت واعتنقت الإسلام. والآن نصحناها في هذه الصبيحة باش تروح لاتخاذ الإجراءات القانونية من أجل الحصول على شهادة إشهار إسلام باش تولي تجري عليها الأحكام الإسلام من ناحية الشرعية ومن ناحية القانونية. ولكن إذا كان شفنا إنسان ربما ما وصلش لهذا المستوى ما يلزمش نعطوا له هذه الكتب المترجمة، غدوة يبيعها ويتاجر بها ويهينها، ربما يعطي لهاش حتى قيمتها. هو وجدها مهانة يعني لم يجد لها المكان اللائق الذي يليق بها. لذلك يا أخي أحمد والله نداؤك وصل، يعني بارك الله فيك أنك بغيرتك على الدين وبغيرتك على المصحف الشريف قدمت هذا النداء ونحن وصلناه مع هذا التعليق الذي ذكرناه. نعم. إلى أيمن فرنسا سقطت على رجلها عافاها الله وشفاها إن شاء الله، تصلي واقفة ولا تستطيع السجود للصلاة. القيام واجب على المستطيع، ولكن كاين في الفقه الإسلامي باسمه بالتخفيفات. نعم. كاين تخفيفات إبدال، تخفيفات إسقاط. فإذا كان لم تستطيع أنت تقومي الشيء اللي قدرتي عليه، إذا كان ما قدرتيش على الركوع فلا تركعي، عندك انحناء خفيف بالقدر المستطاع. وإذا كانت تقدري على القيام وتقدري على الركوع وما تقدريش على السجود أيضا يسقط عنك السجود ما دمت غير قادرة. فتقومي تقرأي القرآن الكريم من سورة الفاتحة وما تيسر من القرآن الكريم ثم تركعي، وبعدين للسجود تجلسي على الكرسي وتنحنين قليلا انحناء قليل وتسبحين سبحان ربي الأعلى 3 وكأنك سجدتي، وهذا في القدر يكفي ويجزئ عنك وذمتك لم تعد مشغولة بأمر السجود وصلتك صحيحة. سؤال الموالي كان عن الميراث. بالنسبة لوالدة الزوج المتوفى رحمه الله طلبت بعض المال فقط وسمحت في كل شيء، هل يصح هذا؟ والله يا الأخت أيمن هذا أمر مشروع في الإسلام، لأنه الأصل أن توزع التركة وفقا للفريضة الشرعية. ففي مثل هذه الحالة الزوجة يعني أنت السائلة أيمن عندك الثمن لوجود الفرع الوارث، والأم عندها السدس، يعني إمة الزوج نتاعك عندها السدس لوجود الفرع الوارث، والأولاد ذكور وإناثا يورثوا الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. هذه الفريضة الشرعية. أما إذا كان من البداية قالت لكم أعطيوا لي 10 ملايين ونتنازل على الباقي، فيعتبر هذا التنازل مشروعا. تدي 10 ملايين إذا كان هذا برضاها طبعا، مادام هي كاملة الأهلية، عندها أهلية كاملة، عندها قال لك كاباسيتي نتاع العقل نتاعها، وتنازلت لك ولولادك يعني لك ولحفادها، فهذا أمر مباح. انت خذي الثمن نتاعك والباقي لولادك حسب الفريضة الشرعية. بشرط ما يكونش المبلغ يعني أكثر من التاريخ. بشرط ما يكونش المبلغ. إذا كان هي طلبت 10 ملايين وهي الحق نتاع النصيب نتاعها أقل، نعم، ما تقول مثلا 6 ملايين أو 7 أو 9، لا ما عندهاش حق. إذا كان هذا المبلغ اللي طلباته أقل من نصيبها أو من حصتها في الميراث فهذا التنازل مشروع ويعتبر هبة، والهبة هنا مشروعة جائزة شرعا وقانونا. بارك الله فيك شيخ سعيد. إلى أم سفيان من فرنسا. نعم أم سفيان. نعم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا أم سفيان فرنسا. عندي ابني عنده 12 سنة. نعم. أريد هل عليه الحق بالصيام؟ نعم. وأعرف أطلب من سيادتكم كيف أعرف سن البلوغ. نعم. والسؤال الثاني عن الربا، هل الدراهم تاع الربا نستطيع شراء لباس وأعطيهم للفقراء؟ نعم. ولا. شكرا. سؤال يعني سؤال هنا بأن الفرنسيين دائما يسألون لماذا لا نأكل الخنزير. أريد لا أستطيع الإجابة عن ذلك، أريد الشرح ذلك سأجيبهم عن ذلك. نعم.
فوالا. شكرا ومع السلامة. مع السلامة. شكرا أم سفيان، بارك الله فيك. العالية من تبازا. نعم. الو. الو نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. من فضلكم عندي سؤالين. تفضلي. السؤال الأول، بماذا ينتفع الميت أولا، الاستغفار أم الصدقة؟ نعم. وما هي صيغة الاستغفار للأموات؟ نعم. السؤال الثاني، ما هو مقدار نصاب الأورو؟ نصاب الأورو. وشكرا. نعم. السلام عليكم. شكرا، مع السلامة. نعم. فيه مكالمات. نعم. من فرنسا نستقبل السيدة سارة. نعم. سارة. نعم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤال. مرحبا بك، تفضلي. قالوا لي انا بالحمل عندي 3 أشهر. نعم. وقالوا لي الولد الجنين اللي في بطنك مريضة لا تخيزومي 21. الوغ قالوا لي لازم نحيوك، وانا ما على باليش في الدين يعني اكزاكتومون واش قال الشرع. نعم. السؤال الثاني عندي الو. تفضلي يا سارة، نسمع إليك، تفضلي. عندي سؤال. نعم. ثاني واحد كيكون في العدة. نعم. كيكون بالحمل ويصرى طلاق، هل يجوز ذلك؟ يعني طلاق يكون طلاق عادي ام حتى العدة تاع الحمل، حتى يفوت الحمل، حتى تضع الجنين يعني. هذه طلقها ثم اعتدت ثم زاد طلقها الزوج. طلقها وهي حامل. طلقها في الحمل. صح ما يصرف عليها ما والو. نعم. طلقها في الحمل أو طلقها في عدة لا طلقها وهي حامل. وهي حامل. نعم. طلقها في الحمل وزعما طلقة واحدة. نعم. لأول خطرة. نعم، واضح إن شاء الله. إن شاء الله. بارك الله فيكم. فيك البركة إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. في أمان الله وحفظه. شكرا سيدة سارة. نعم. إذا نستكمل شيخ سعيد. فيه مكالمة إلى ليندا من قالمة. عفوا شيخ سعيد. ليندا من قالمة، تفضلي. الو. نعم. ايه ويا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الو. نعم تفضلي يا ليندا، نسمع إليك. حابة نسألكم برك. تفضلي. ثم أنا عندي تفضلي يا ليندا. نعم. ايه ثم حسقتي برك. ثم أنا كنت مريت قبل بحالة نفسية وعصبية. نعم. ورحت عند أختي في دارنا، في دار دابا ثم تزوجت. نعم. وأختي هذه كانت قالت لي ثم ترقي وتقرأ القرآن. نعم. وحكمت رقاتني وأنا كنت في حالة يعني عصبية. نعم. وكنت نشرب يعني في الدواء. ومن بعد قالت لي واش نهضر لك عاودي. ثم واصلي يا ليندا. هاي وقالت لي واش نهضر لك عاودي. قالت لي ما تقول لي كيما نقولوا سبحي كذا نسبح ونهضر. بعد قالت لي قولي باللي يكون يا ربي يكون نرتاح نذبح كبش. هي قالت تقولي هكذا. اي ثم هي تهضر وانا نعاود. بعد كما قالت لي انذري منك ثم واش قالت لي قاعده نعاود انا. ومن بعد انايا رحت ذبحت كبش صح وربي شفاني صح. دركا حبيت نعرف اسكو انا دركا هي من بعد كي رتحت انايا قالت لي اكي درت كل عام لازم نذبح كبش. دركا هل ترى انا عندي دركا هذا نذر ندرته لازم كل عام نذبح كبش ولا لا؟ وانت وش قلتي في النذر؟ ها؟ النذر وش قلتي معاها؟ انا سمعت تهضر وانا نعاود مش ما قلتش كيما نقولوا انا من وحدي هيك. نعم. كنت ناويه النذر هذا ولا لا؟ لا ما كنتش ناويته، انا كنت حاله مريضه. نعم، ربي يشافيك ان شاء الله. ومن بعد ارتحت ذبحت كبش وارتحت صح. الحمد لله. ومن بعد قالت لي كل عام قالت لي لازم كل عام تذبح كبش. واضح. هذا يسمى نذر ندرته انا ولا يسمى يعني. نعم، واضح الانشغال ان شاء الله. بارك الله فيك يا ليندا، شكرا جزيلا. مع السلامه. وعندي سؤال ثاني. تفضلي. نعم. وهذه اختي بعد ثم هي عارفه ما تهضرش مع ماما. نعم. رحت انا نصحتها في دارنا قلت لها يعني عيب لازم تهضري مع امك وهيك كلش. ولات تدني ودعاتني قالت لي ان شاء الله يا ربي المرض اللي تنحى لك زيد يعاود يرجع لك. وقالت لي ما بقيتش تعطيك خلاه
قالت لي ما نبقيش نهضر معك الى يوم القيامه. لا حول ولا قوه. نعم. قلت حبيت نعرف انا اسال هذا السؤال يعني ما كي درت منك انا ما كي نصحتها قلت لها يعني روحي هضري مع امك اسكو يعني في هذا اذنب ذنب ولا يعني صحتها يعني وهذه الدعوه اللي دعاتها عليا هذه وش السبب؟ هذه رقاتك بالقران الكريم ويعني يعني رقاتك بالقران الكريم. ايه ترقي بالقران. نعم. تقرا القران وكل شيء. ولكنها يعني تكاد منسلخه من ايات القران الكريم. اذا كانها منسلخه مما تقرا يعني ما هيش تطبق الشيء اللي تقرا فيه. نعم واضح ان شاء الله. الله المستعان. الله المستعان. شكرا. شكرا الاخت العاليه ليندا من قلمه، بارك الله فيك، شكرا جزيلا. شيخنا سعيد نستكمل الاجابه. بالنسبه لام سفيان سالت او قبل ذلك ام احمد زوجها يعني تعرف على امراه في الجزائر وخيرها بين ان تقبل له بالتعدد او ان تطلق وتسرح. نعم. ربي قال في القرآن الكريم يا الأخت أم أحمد لا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. نعم. لا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، هذه رقم 1. ربي قال في القرآن فإمساك بمعروف، قبل ذلك الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وربي قال بعد ما تحدث عن أحكام الطلاق قال ولا تنسوا الفضل بينكم. وعندنا آيات كثيرة وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تخلي استوصوا بالنساء خيرا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم من آخر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع رفقا بالقوارير لا يكرمهن مثل كريم، يعني قال أحاديث كثيرة في هذا الباب. لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. والتعدد مباح ولكن مش بهذا الشكل، أنه يدير لك الشونتاج يعني يعلقك يخيرك ويضغط عليك إلى آخره. ما أعطى قيمة للميثاق الغليظ اللي يربط بينك وبينه. وربي اسمه عقد الزواج سماه ميثاقا غليظا، وما كانش عقد أعطاله هذا الوصف كما هذا. هذه إشارة مهمة جدا باش الرجال والنساء أيضا لازم يعرفوا قيمة عقد الزواج. لاك دو مارياج ماشي كاغط بكل بساطة. يعني كون نرجعوا للتاريخ نتاعهم قبل ما يتزوج بهذه المرأة الأخت أم أحمد يكون جاب المعرفة وشاف الناس وجاب الإمام وطلع وهبط ووساطة والفاتحة وصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومصاريف وكذا وعرس إلى آخره. هذه إشارة رسالة لمن يهمه الأمر. بعد ذلك كي يتزوج وعنده أولاد 4 أطفال الله يبارك، وبعدين ببساطة صغار يعني لم يبلغوا أطفال صغار ببساطة يعلقها ويدير لها الشونتاج ويدير لها المشاكل. غريب جدا. إذن ربي اسمه ميثاقا غليظا. ثم أنه تعرف على المرأة عن طريق الإنترنت يعني. نعم. هذه الكارثة التكنولوجية هذه التي تستخدم استخداما سيئا، الزواج بالإنترنت. وكم من بيت دمر، كم من أولاد شردوا، كم من طلاق وقع، وكم من بيت دمر وانتهى بسبب هذا الهم هذا تاع الانترنت. ونقول هذا الكلام مانيش ننتقد التكنولوجيا، التكنولوجيا وسيلة. نعم. وسيلة مشروعة، وفقهاؤنا قالوا قواعد تضبط هذا الأمر. قال كالوسائل لا حكم لها ولكن الأحكام تتعلق بالمقاصد. ولكن الوسيلة كي تستخدم بهذا الشكل يدير في الانترنت ويتعرف على المرأة بكل بساطة، وبعدين يجي المرأة نتاعو بكل بساطة يعلقها يدير لها الشونتاج يتقبلي بهذا الشكل، لأنه القانون الفرنسي طبعا يمنع التعدد، لا بوليغامي ممنوعة. ولكن هو عنده جنسيتين وعنده جنسيتين يعني يلعب بالجنسية الجزائرية بالجنسية الفرنسية إلى آخره. والله يقول لك يا الأخت أم أحمد نفضل يكون تواصل يعني خارج الحصة ويا ريت نتكلموا معاه، لأنه يا أخي أحمد أحيانا يا أخي محمد صالح أحيانا ما يكفيش أنه جواب برك يكفي، لأن هي مشكلة تحرك فعلي يعني. بارك الله فيك، تحرك فعلي، ونحن ندعوها للتواصل معنا إن شاء الله إذا سمحت لي في برنامج الصلح خير. وهو كذلك. نعم. هذا ما هو إلا حلقة من حلقات وشبكة من شبكات البرامجية المعروضة على شاشة قناة القرآن الكريم. إذن أم أحمد تواصلي مع فضيلة الدكتور سعيد عبر برنامج الصلح خير، وإن شاء الله ربما يكون هناك صلح بينك وبين زوجك في إطار الشرعي. أم سفيان من فرنسا، ابنها عمره 12 سنة، فهل يتوجب عليه أن يصوم الشهر الكريم شهر رمضان؟
والله سن التكليف يا الأخت أم سفيان يعني تقريبا في هذا السن 12-13 سنة، ولكن تعرف بالبلوغ إذا كان بالعلامات. نعم. علامات، يعني إذا كان الاحتلام ولا يعني أشياء أخرى، نبات الشعر مثلا في مواضع معينة وكذا، فهكذا يعرف يعني. نعم. يتوجب بيومها، يتوجب عليه الصيام، فتجري عليه أحكام الإسلام، وينطبق عليه قول الله عز وجل: من شهد منكم الشهر فليصمه، فصار الصيام في حق هذا المكلف واجبا. نعم. هل تشتري بأموال الربا ملابس وتتصدق بها على الفقراء؟ طبعا الأموال الربا يا الأخت أم سفيان، يعني الفوائد الربوية كما يعلم الجميع هي حرام، لا يجوز أن تصرف في واجب شرعي. نعم. هذه مزيد من البيان يعني أخي محمد صالح، لا يجوز أن تصرف في واجب شرعي، معنى واحد ما يجيبها لولاده، ما يجيبها لمرته، لا يخلص بها فاتورة نتاع الكهرباء ولا فاتورة نتاع الماء ولا شيء من القبيل، ولكن الواجب هو التخلص من هذه الفوائد الربوية. دونك مثلا إذا كان عندك مثلا 1000 أورو، مادام راكي في فرنسا نتكلم بهذه اللغة، عندك 1000 أورو، هذه لو دانتيري وهذه الفوائد الربوية هي هذه، واجب عليك تخلصيها تمديها الفقراء والمساكين. طيب، ولكن إذا كانت تشريها لباس لغرض، هي ممكن تمدهم دراهم للفقراء، بالك ما يستخدموش في المصلحة، بالك يتمدها للأب للزوج مثلا للراجل، نعم. ويصرفها في غير فائدة فلا أرى في ذلك حرجا، يعني يجوز باش تشريها لباسا وتقدميها للفقراء والمساكين باش تضمني أنه يستفادوا منها وتنفعهم، لا حرج في ذلك. نعم. سؤال مطروح على إخواننا في الجالية بكثرة من غير المسلمين: لماذا لا نأكل الخنزير؟ نعم. أكرمكم الله ونزه مسامعكم. نعم. يا الأخت أم سفيان، الإسلام هو الذي يبيح وهو الذي يمنع. ربي قال يعني النبي عليه الصلاة والسلام حديث صحيح، حديث نعمان بن بشير، اللي يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين. إذن وين نصنفوا الخنزير؟ ندخلوا في دائرة المحرمات، خانة المحرمات. بالمناسبة يعني دائرة المحرمات أضيق بكثير من دائرة المباحات، يعني الشيء اللي كان حلال أكثر من الشيء اللي كان حرام. إذا كان في المشروبات كل أنواع العصير مباح وكل أنواع الجازوز مباح وإلى آخره، ونأتي إلى الخمر وما قيس عليه. وربنا قال: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. القرآن لم ينكر وجود بعض المنافع، ولكن نظرا لغلبة المفاسد لزينكونفينيون على المنافع لزافونتاج، ربي قال: وإثمهما أكبر من نفعهما. حتى اللي يربح القمر في ليلة واحدة يربح 50 مليون يقول لك أنا رابح، ولكن الإسلام يحمي الجميع، يحمي هذاك اللي خسر، اللي جمع في سنوات يجمع 50 مليون، وهذاك المقامر القمر يربحها في ليلة واحدة وفي ساعة واحدة. ونفس الشيء بالنسبة للحوم، لحوم البقر جائزة، لحوم الخرفان جائزة، لحوم الدجاج واللحوم اللي موجودة في البحر، نعم. أنواع السمك وإلى آخره، ولكن الخنزير حرام. إذن دائرة الحلال أوسع من دائرة الحرام، ولحم الخنزير محرم بنص القرآن وبنص السنة النبوية الشريفة. من القطعيات الآن من القطعيات، والأمور القطعية لا زون انترديت، يعني هذه زون انترديت، منطقة ممنوعة لا يجوز فيها الاجتهاد. لذلك نقول في القاعدة الفقهية: لا اجتهاد في مورد النص. هذا أمر الخنزير حرام لحمه وشحمه، واستخدام بعض مواده في الشيكولا ولا في أي مادة من المواد ولا في القلي، لا، في جميع الاستخدامات ممنوعة. وكذلك ثمنه، قد يقول قائل: أنا ما ناكل لا لحم الخنزير ولكن نبيعوا القور، نبيعوا الكفار، نقولوا ثمن الخنزير أيضا لا يجوز. هذا من الناحية الشرعية. الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. نعم. حرم ثمنه، ولكن كي ندخلوا الآن في الدراسات والأبحاث العلمية، نعم. احنا كمسلمين قال ربي حرام، انتهى الأمر. ما نستناش حتى يأتوا علماء ودراسات طبية، نعم. ولا بيولوجية باش يقولوا لنا محرم أو ممنوع لهذه المساوئ. نستأنس بها فقط. نستأنس بها فقط. والشيء المؤكد يقينا يا الأخت أم سفيان: جميع الدراسات العلمية والبحوث المعمقة التي أجراها مسلمون
وكذلك علماء ليسوا مسلمين تؤكد الأضرار والمفاسد الكبرى سواء متعلقة بالجانب الصحي، كاين أضرار صحية تأتي من لحم الخنزير أو من شحمه أو من جميع مواده، وكذلك أضرار أخرى معنوية ونفسية. يكفي أن تعلم أنه يأكل لحم الخنزير ولي ديوث مثلا، وديوث ما يكونش عنده النيف، يعني باش نقولها يفهموها كامل، رسالة النيف ما يكونش عنده النيف، ما عنده لا النيف لا الحرمة لا الرجلة، هذه القيم كلها تروح عنده. هذه من الأمور التي أثبتها العلم الحديث. أكتفي بهذا. هذه بعض المضار التي نذكرها عن لحم الخنزير. نعم. العالية من تبازة، هل ينتفع الميت بالاستغفار أو الصدقة؟ أيهما أكثر في الانتفاع؟ والله يا الأخت في علم الحديث عندنا قاعدة حلوة اسمها الجمع أولى من الترجيح. نعم. كيموت بنادم عندك ثيرقوا معناها السواقي نتاع الخير نتاع الحسنات تعطيها للأموات. علاش نقول هذا يا أخي محمد صالح؟ باش نقولوا اللي حي يفكر في الميت. نعم. اللي عنده باباه، اللي عنده جده، اللي عنده عمه، اللي عنده يماه، اللي عنده ماتوا خلاص أفضوا إلى ربهم. والأحياء واش يديروا؟ أول حاجة يديروها الدعاء. القرآن يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. نعم. معنى شوف يعني هذه الأسرة العالمية، أسرة المسلمين، معنى ندعيوا لينا ولإخواننا الذين طبعا ذكور وإناثا اللي سبقونا للإسلام. هذه نعمة كبيرة، هذه ساقية كبيرة نتاع الحسنات تمديها الأموات. ونقطة ثانية الاستغفار. النبي عليه الصلاة والسلام كي يدفن ميت يقول للحاضرين من الصحب الكرام استغفروا لأخيكم، بدأ بالاستغفار. إذا كان الإنسان غفر له يسعده أن بعد يطمع في الدرجات الأخرى. خاطر ربي قال في القرآن الكريم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. قد فاز. نعم. نعربوا قد هنا كيفاش أداة تحقيق. نعم. خاطر جاء بعدها فعل ماض، ماشي قد يفوز وقيل يربح. هذا في اللغة العربية قاعدة هذه تفيد الشك والتقليل. نعم. ولكن إذا قد جاء بعد قد فعل ماض معناه سير أداة تحقيق فقد فاز. إذن الاستغفار والحديث يقول استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. الاستغفار مليح يا الأخت العالية. وحاجة الثالثة أيضا الصدقة. نعم. الصدقة والتبرعات المختلفة. ديري صدقة جارية، صدقة تمديها للوالدة للوالدين للأجداد تنفعهم تلحقهم. وهذه من نعم الإسلام علينا معاشر الأحياء ومعاشر الأموات أيضا، لأن الأموات يستفيدون وينتفعون بصدقات الأحياء. باش يبقى الحي ما يوليش أناني يفكر غير في روحه، يفكر في اللي سبقوه. بالك يماه مسكينه ما صلاتش مليح، وبالك ما ذكرتش بزاف، وبالك ما صدقتش بزاف وكذا لظروف معينه نتاع الجوع نتاع الاستعمار نتاع المحنه وكذا. ولكن انت يضرك الله يبارك تفكريها ما تنسيهاش. إذن وفي حديث أيضا أذكره الآن، حديث أبي هريرة النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مات ابن آدم ما قطع عمله إلا من ثلاث. من هذه الثلاث ولد صالح يدعو له، في صيغة الحديث ولد صالح يدعو له. إذن ولد يعني سواء كان ذكرا أو أنثى يدعو له. وهذه من السواقي نتاع الحسنات اللي توصل إلى الأموات. يضاف ذلك مطلق الصدقات والتبرعات للفقراء للمساكين للمستشفيات للمساجد للزوايا المدارس القرآنية لطلبة العلم. يعني الصدقات مطلقا تصل إلى الأموات، يعني أجرها يصل الأموات. وتغل في كل هذا الشيء بحديث النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وليس شرطا أن تقولي للمتبرع له هذاك الفقير تقول هذا المبلغ ولا هذا الصدقة على روح يمه ولا روح بابا، لا، أنت ديري النية نتاعك وربي يعلم السر وأخفى. والحديث واضح إنما الأعمال بالنيات. الله يرحم أموات المسلمين جميعا إن شاء الله. مقدار نصاب زكاة الأورو، ما هو المقدار حتى يستطيع الإنسان أن يزكي ويخرج زكاة المال؟ خذي قلم وسجلي. هذه السنة 3886 أورو. أعيد 3886 أورو. فإذا كان عندك هذا المبلغ ضربه في 2.5% وتخرجي المبلغ نتاعك تقريبا نقول لك 97 أورو فاصل 15. يعني هذا هو المبلغ إذا كان عندك هذا المبلغ. إذن نعود 3886 أورو اللي عنده هذا المبلغ، هذا هو النصاب ودار عليه العام
يزكي 2.5%، كما احنا في الجزائر بالدينار الجزائري اللي عنده 48 مليون و450 ألف. إذا كان بلغ هذا النصاب ودار عليه العام يزكى بنفس طبعا النصاب بنفس الصيغة اللي هو 2.5%. نعم. أختنا سارة من فرنسا حامل في شهرها الثالث، وأخبرها الأطباء بأن الجنين يعني الجنين اللي في بطنها مريضة، فأرادوا إسقاطه، وتسأل عن الحكم الشرعي في هذا الموضوع. نقول لك يا الأخت سارة، سبحان الله يا أخ محمد صالح، نعم. البارحة جاءني ملف طبي البارحة، واحدة امرأة باش اليوم دير إجهاض. نعم. وأشكرها وأحييها تحية خاصة، هي أجبتها خلاص، ولكن مادام جاء السؤال ذكرتها. نعم. هي قولها باللي وليدك مشوه وكذا وكذا إلى آخره، لازم تديري الإجهاض. نعم. إسقاط لافورتمون. أخوي محمد صالح باش يطمئن قلبي أكثر، استشرت زوج من الطبيبات المختصات في الجينيكولوج يعني. نعم. قلت لهم يعني درجة التشوه وكذا إلى آخره، فقالوا لي شيء عجيب أنه مادام قلبه بخير ومخه بخير. نعم. عنده تشوه في بعض، هذا بالنسبة لإيكوغرافي والتي قد تكون مخطئة. نعم. فأجبت الأخت بما سأجيب الأخت الآن، الأخت سارة. أولا يا أختي سارة، نذكرك بقوله تعالى ونقر في الأرحام ما نشاء. نشرحها لك هكذا بشكل يعني عام، لو سونس جلوبال نتاع هذه الآية. معنى ربي سبحانه لو كرياتور الخالق هو اللي يخلق الجنين كما يبغي كما يشاء. هو الذي يصوركم في الأرحام. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء في أوائل سورة العمران. إذن ربي سبحانه عز وجل هو اللي قال يا العباد أنا اللي نخلق، ربي هو الخالق سبحانه يخلق كما يشاء ونقر في الأرحام ما نشاء. إذن انتبهي جيدا الأخت سارة، ما دام ربي اللي يخلق إذن احنا ما ندخلوش في شغله، هذا رقم واحد. رقم اثنين، ممكن يرد أحد الناس الآن يسمعون الآن ويتابعون الأخ محمد صالح يقول لا وهذا مشوه وهذا كذا وهذا كذا. نقولون بعد حنا ما دام والفنا أنه الناس كامل يعني معظم الناس كاملين، كي يجي واحد مشوه نستغرب. تصور يا أخي محمد صالح لو كان جينا كاع الدنيا هذه مشوهين، جينا كاع معوجين، جينا كاع واللي عادي، لا غرابة في ذلك. إذن يا ناس انتبهوا انتبهوا، هذه وسائل إيضاح. حنا كي نمشيو في طريق ونشوفوا إنسان عنده إعاقة ولا، باش ربي ينبهنا جميعا يقول يا ناس انتبهوا، اشكروا الله عز وجل على ما أنتم فيه من نعمة، الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير من خلقه تفضيلا. ربي يعطينا من وسائل إيضاح ما يشاء. هذا رقم اثنين. إذن وجه الغرابة منين جاء؟ أنه شايفين معظم الناس راهم أصحاء عندهم أعضاء كاملة والسلام. هذا رقم اثنين، من هنا تأتي الغرابة. رقم ثلاثة، أن هذا الجنين الآن ونحن نتكلم الآن في هذه الساعة بالذات هو مسكين ما على باله بوالو، هو إنوسون بريء، ما يقدر يصقي، ما يقدر يصرخ ولا ينادي بحقه في الحياة. لا درواد الله ممكن نتكلموا على الحقوق، هاولي دروان تاع الجنين، حقوق الجنين أولى بالرعاية. علاه؟ لأن الجنين لا حول له ولا قوة، ما يقدرش يرفد التليفون ويتصل بخويا محمد صالح يقول عمي محمد صالح دافع عليا. ونقول لها رسالة ذكرتها مؤخرا في هذا المكان بالذات، أحد العلماء جاته رسالة من شخص قال له هل يجوز الإجهاض وليدنا؟ طبعا كيفاش رجع له؟ قال له لا يجوز الإجهاض. هو لو كان يكون يعني في البداية ما نقولوش حتى الشهر الثاني ثلاث نحن نفتي بهذا الرأي. نعم. لأنه مشروع إنسان، ممكن يكون عنده سمانة ولا شهر في كرشيم ما، هو مشروع إنسان يعني بعد 9 شهور يجي للدنيا كيما جينا حنايا والسلام. وهذا المفتي أفتى بعدم الجواز. اللي حصل أنه هناك خطأ في الإيكوغرافي في التشخيص. نعم. وهذه باش نعطي لها رسالة الأخت سارة وأقولها الكلام على الهواء مباشرة، كاين أطباء يتبعوا فينا وكاين هناك خطأ، والخطأ وارد، ونملك من الأدلة القاطعة ما لا يقبل إثبات العكس. ماشينا وتغلط. طيب يا سيدي، في خطأ في الإيكوغرافي هذيك اللي صورت الجنين في بطن يماه، ولكن الأب والأم خذاو بفتوى نتاع المفتي وما داروش الإجهاض. نعم. النهار اللي زاد يا أخي محمد صالح صوروا باباه وداروا فوتو ما شاء الله، صورة واضحة ما شاء الله. نعم. وكتب له موراه قال له أشكرك يا فلان، يا عمي فلان ولا الشيخ فلان، أنك أنقذت حياتي
بفتواك هكذا يقول. يعني طبعا الأب هو اللي كتب ولا الأم اللي كتبت باسم الابن الصغير الوليد، قال له وسأظل شاكرا لك أو كذا وكذا طوال حياتي. الفتوى تنقذ حياة. لذلك نقول لك يا الأخت سارة ممكن يكون هناك خطأ في التشخيص، ممكن تقول لا درت عدة تشخيصات إلى آخره. نقول لك وين البروبليم، ما كان حتى مشكلة. كان اللي زادوا بعد سمانة ماتوا، خليه يموت وحده، يموت بقدرة الله عز وجل، أفضل من أنك تشاركي ثم تندمي بعد ذلك. عندنا رسائل كثيرة يعني النساء يوجهوا كذلك رجال يقول لك درنا الإجهاض، بعد ما درنا الإجهاض ندمنا وتجينا صورة نتاع وليدنا ولا بنتنا في المنام، لونغواس هذاك والستريس وهذاك الريمور هذاك الندم. نعم الضمير يعني يؤنبهم. لذلك يا أختي سارة طولت في هذا الموضوع على جالك وعلى جال كل الناس اللي يهمهم هذا الموضوع. نقول لكم ابتعدوا عن الإجهاض، خلوا الخلق للخالق والسلام. نعم بارك الله فيك على هذه النصيحة شيخ سعيد. سألتنا عن طلاق المرأة في الحمل. نعم هو طلاق المرأة الحامل يقع الراجل، يا الله سبحان الله العظيم وبحمده، يعني الطلاق حل لمشكلة لا سببا لمشكلات، ولا الطلاق تضبطه أحكام شرعية ماهوش أهواء الناس. أنا أتصور الآن المرأة حامل في الشهر الثالث ويجي الزوج يطلقها في الشهر الثالث، يعني ما خممش يعني باللي أنه المرأة الحامل تحتاج الرحمة، تحتاج إلى كلمة طيبة. نعم. هكذا محمد صالح أخويا، تحتاج المواساة بالرفق والحنان، تحتاج إلى حنان، تحتاج إلى كلمة طيبة، ولا تحتاج إلى كلمة الطلاق. وما كاينش كلمة توجع المرأة الحامل كيما دوك لي بسيكولوج خاصة داروا دراسات كثيرة يقولوا باللي نتائجها أن الجنين يتأثر. إذا كان الأم حزينة ولا تقلقت ولا واحد ضرها ولا ضربها ولا هو الطفل هذاك، ونفسية الجنين تتشكل من مراحل عليك نور. نعم. بارك الله فيك. ويعني ما كاينش كلمة قاسية كيما كلمة الطلاق تسمعها المرأة الحامل. أنا لم أجيب بعد عن السؤال هذا باش نقول يعني نصيحة للناس، قل اتقوا الله عز وجل، خافوا ربي. ولكن الآن من الناحية الشرعية نقول لك الطلاق واقع، الطلاق واقع، والعدة نتاعها بوضع الحمل. ربي اللي قال في القرآن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. يعني إذا كان طلقت المرأة في 3 شهور وهي حامل 3 شهور، معناها حوالي مازال 6 شهور وهي حامل، يقدر يرجعها في خلال هذه المدة مادام هي قالت الطلقة الأولى، إذن هذا يعتبر طلاقا رجعيا. من أحكام الطلاق الرجعي أنه عنده حق باش يرجعها خلال فترة العدة بلا عقد ولا مهر جديدين، ولا يجوز له أن تتزوج غيره، ولا يجوز أن تخطب من غيره لا بالتلميح ولا بالتصريح، وتجب النفقة عليه. نعم. معنى ماشي ما دام طلق هذا غيخرجها، لا ينفق عليها، يجب لقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وكذلك لا يخرجها من بيت الزوجية، وهذا أيضا خطأ يقع فيه بعض الناس. وربي قال في القرآن الكريم بوضوح لا تخرجوهن من بيوتهن، وما قالش من بيوتكم. ممكن يجي واحد يقول لك أنا عندي لاكت، أنا لاكت باسمي هذا السكنة نخرجها. نعم. لا ربي قال دارها رغم أنه عندك لاكت عليك، ولكن ربي في القرآن يقول والقرآن أقوى من اللاكت، أقوى من العقد الرسمي. يقول ربي سبحانه لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، ما يخرجوش بإرادتهن. ثم يقول ربي سبحانه عز وجل في الأخير قال لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وهذه من مقاصد العدة أن تمكث الزوجة المطلقة في بيت الزوجية ليرجعها وتتم الرجعة بينهما دون أن يسمع الناس، بلا ما يخرجوا وكالة الأنباء. خطر في واحد الزريعة مختصين غير في هذا الشيء، شكون مطلقة شكون اللي إلى آخره، ما تخرجوش هذا السر، ابقي في دارك وإن شاء الله ربي يرجع كما يقول لك يزول الشقاق ويحل الوفاق. نعم. أختنا ليندا من قال ما مرت بحالة نفسية صعبة، ذهبت لأختها فأرقتها بكلام الله عز وجل، وهي تتكلم أمرتها أن تردد معها ما تقول. في ثنايا الكلام ذكرت نذر أن تنذر الله سبحانه وتعالى بذبح كبش إن هو الله تعالى
شفاها وعافاها، ففعلت ذلك ووفت بنذرها. تسأل هل يتكرر النذر كل عام؟ نعم. أولا الأخت ليندا ربي يحفظك وربي يشفيك ويشفي كل مريض. الشفاء في يد الله، هذا رقم واحد لازم ديرها في البال. الشفاء في يد ربي سبحانه عز وجل. أما كونك نذرتي وأنت تكررين أو ترددين مع أختك الراقية فليس عليك نذر. سألناك هل ترى عندك النية؟ ما عندكش النية، أنت مسلوبة النية في الوقت هذاك، ما عندكش النية. والأحكام الشرعية تتعلق بالنيات. في مكالمة محمد صالح؟ لا ليس بعد. ليس نعم. بعد. فنقول أنه ما عندكش النية، إنما العمل بالنيات. نعم. والأمور بمقاصدها. إذا كان هي راهي تقول وأنت ترددين، الأصل ما عندكش النذر. ولكن أما أنه وقد وفيت مرة بهذا النذر بين قوسين بناء على ما رددت مع أختك وأنت في حالة الرقية. علاش؟ لأنه الرضا النية لازم تكون نية معتبرة، ماهوش غير اللسان. نعم. النية محلها القلب. أنت تقول، هي تقول لك أختي قولي إذا شفاني ربي نذبح الكبش، وأنت قلتي بالك ما فهمتيش حتى هذا الكلام، فهذيك الحال اللي كنت فيها. إذن ما تجري عليك هذه الأحكام وما عندكش يعني ذمتك ليست مشغولة بنذر. أما أنك وقد ذبحت هذا الكبش إن شاء الله زيادة في الخير وربي أجرك ويعطيك الحسنات. أما باش تدير كل عام لا، ما تديرش كل عام. هذه الأخت التي ذكرتها كانت في خصام مع أمها، نصحتها لتتكلم معها فدعت عليها برجوع المرض وقاطعتها ولم تكلمها ليوم الناس هذا. تتمة لما ذكرت أنت في تعليقك على هذه الأخت، أقول يا الأخت الكريمة أن أختك هذه تحتاج إلى أن تراجع نيتها معنا أم أحمد. لا أدري هي المتصلة الأولى أم متصلة أخرى. أم أحمد نعم. أم أحمد نعم. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي يا أم أحمد بسرعة لو سمحتي. هل يجوز إعطاء زكاة المال لولدي رغم أنه لا يسكن معي، متزوج ويشتغل ولكن عليه ديون؟ نعم. واضح إن شاء الله. هذا سؤالك؟ نعم يا أم أحمد. إذا تسمعين الجواب إن شاء الله بعد قليل. شيخ تفضل واصل. نعم. صح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. إذن هذا الأخت اللي رقات يفترض كما قلت يا أخويا محمد صلاح أنه تقرأ بالقرآن الكريم. نعم. وهذاك القرآن الكريم هو اللي يقولها ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. نعم. هذاك القرآن اللي قرأته عليك هو اللي يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إلى آخره. طيب هي غلطت، ولكن أنت جئت إليها ناصحة. لما ترفض النصيحة؟ ومصلحة. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الدين النصيحة في الحديث الجامع، الدين النصيحة. إذن يا عجبة أنت أختها نصحتيها، المفروض تنتصح، تقول لك أختي بارك الله فيك أنا كنت غافلة ومانيش متصالحة مع يما وجيتي مصلحة وجيتي في الخير، نقبل هذا الخير ونرجع ليما وتقول لك بارك الله فيك. أما أنه تقول لك ما زيش نرقيك منه وغادي وزيد تدعي عليك تقول لك يا ربي إن شاء الله يمرضك وما نرقيكش، سمحي لي نقولها لأختك هذه، راجعي مكان من الإخلاص في قلبك. نعم. راجعي مكان من الإخلاص في قلبك. هذا الكلام اللي درتي وهذا كلام خطير جدا ما يقبل لا ربي لا نبي. أنت يا أختي الكريمة أدي واجب النصيحة ولا تيأسي. إذا كان ربما أنت ما تسمعش منك شوفي الآخرين من خوتك ولا من العائلة نتاعك باش ينصحوا أختك باش تتصالح مع يماها، وإلا ستندم حيث لا ينفع الندم. وانت اسمحي لها، نقول لك الآن ما تبادليهاش بنفس الشعور، لا دعت عليك هذه الدعاء، هي مخطئة، هي راهي غلطانة ولازم تتوب مما قالت، خاطر موش في يدها يا عجبة. هو الشفاء في يد ربي سبحانه عز وجل. فرضا أن هذه الرقية هي السبب، ما هي إلا سبب، ولكن الشافي هو الله عز وجل. نصحيها ولا شوفي غيرك من العائلة ينصحوها واتقي الله وربي يقدر خير إن شاء الله. آخر سؤال أم أحمد من فرنسا، إعطاء زكاة المال للولد فإذا كان ما دام هو يعيش ليس في بيتك، يعني في بيت مستقل وعليه ديون يصبح من الغارمين، يصح إخراج الزكاة له
تسديدا لدينه. نعم. شيخنا سعيد لك وافر الشكر وجميل الثناء على ما قدمت وتفضلت به. محمد صح ممكن تسمح لي فيه مراسلة جات فيه بزاف ملاحظات وأسئلة. أعيد صاحب الرسالة إن شاء الله أو صاحبة الرسالة ربما هي صاحبة في اللقاء القادم نجاوبها إن شاء الله بإذن الله وقوته. شكرا لكم مشاهدينا الكرام. السلام على الجميع ورحمة من الله وبركاته.